حفله بالزاف، مزيان بالزاف. كان نفسي والله. ايه العظمة وايه الجمال ده يا مغاربة، الله على قلوبكم الجميلة الصافية. متابعين عايزين تعرفوا المصريين بيقولوا عليكم ايه؟ تعالوا نشوف. المغرب الحقيقة أنا شخصيا يعني شايف إن التطور الرياضي في المغرب صراحة يا جماعة ترحيب ما بعده ترحيب. لحظة وصول لاعبين الأهلي للمغرب، جمهور وحب من القلب بجد في المغاربة. بيتهيألي إن المغاربة الوحيدين اللي هيشجعوا جميع الفرق اللي موجودة واللي بتلعب عندهم على أرضهم من كتر الحب اللي مزروع جواهم. متابعينا الاعزاء، حضروا لهم بقى ايه؟ وليمة اكل مظبوطة بجد، اصناف كتير، ومحضر لهم كل حاجة معمولة بإتقان بجد. لما تلاقي المغاربة يبقى يعرف حاجة كويس قوي، ان هنا موجود كرم ضيافة بالفعل يا جماعة. المغرب كده، المغرب دايما تحتوي اي ضيف بيروح لها وتقدره بجد، وما بيمشيش من عندها غير وهو مبسوط. يعني استحالة ان كاس العالم للأندية، استحالة انك هتشوف فيه مشاكل. طب اقول لكم على حاجة جديدة علشان بجد هتنبهروا من اللي حصل. الجزائر ما اتمنعتش من دخول المغرب، وهيتم فتح المجال الجوي للسفر. طائرة الجزائر من الجزائر للمغرب مش العكس، مع ان كان المفروض والعقل بيقول كده ان واحدة بواحدة تترد، واحدة بواحدة. يعني انتوا ما خلتوناش نيجي عندكم عشان نلعب في الشان، انتوا كمان مش هتلعبوا في كاس العالم للأندية، وهنعمل نفس الحركة معاكم. لكن المغرب ما عندهاش الكلام ده، وملك المغرب ما عندوش الكلام ده ابدا. يا جماعة تعالوا هنشوف كرم الضيافة، هو ده استقبال الملك. بنحبكم بجد، اخوكم المصري بيقول لكم بحبكم جدا من جوه قلبه. تخيلوا اذا كان ده استقبال الملك، فما بالك باستقبال الشعب المغربي الجميل. طيب الشعب اللي معروف بجد بالحب. متابعينا الاعزاء، المغرب بجد عملت كاس العالم للأندية بكل اتقان والتحضيرات، واحنا متوقعين ان احنا هنشوف اجواء لعب في غاية الروعة، وان شاء الله ما يحصلش اي مشادات وما يحصلش اي مشاكل نهائيا. تصميمات روعة، تصميمات للباصات في غاية الروعة، الاضاءة في كل مكان، حاجة جميلة جدا. ترحاب بجد. يعني لو اي حد تاني بيشوفه بيقول ان هو مبالغ فيه، ولكن هو ده شعبنا المغربي الطيب.